السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. شلونكم بنات؟ مشتاقة لكم كومات، وشكرا لكل من سأل عني. وانا بين فترة وفترة يعني اغيب، قلت لكم شوية ظروف عندي وما اقدر باستمرار، بس ان شاء الله ما راح اقطع وياكم. هنا روتين يوم كامل، اتمنى المشاهدة ولايك وتعليق حلو مثلكم، وان شاء الله مشاهدة ممتعة. ان شاء الله يعني تشاهدون الفيديو نصه نهايته بعد احسن، وان شاء الله تكون بميزان حسناتكم. هنا بلشت اسوي كباب. قبل فترة اني همينة سويت، وهاي الفترة همه لانه احنا نحبها كلش، و يعني احب افرز هواية كبوب ورق، وشي يعني مو مثلا مو شي ممل، يعني بالمجمدة وقت ما نريد متواجد ومتوفر. وراح يجي الشتاء وانشغالات المدارس، فرح ننشغل كلش. تعرفون اكثر من الامهات تفكر بهيجي شي. قلت لكم ان شاء الله اسوي سلسلة مالت التفريزات، مثل الفطائر. همينة سويت والله كمية كانت يعني قد كيلو، وما قدرت أصور وقتها، كنت يعني مستعجلة وكذا وما خليت أصور. ويعني بعدني مستمرة بهاي السلاسل مالت التفريزات. هنا راح أسوي كبة رز أو كبة التمن. أخلي حبة بطاطا وياها أو حبة بتيتة يعني، قطعها صغار ناعمة، ونقعد تمن قبل الوقت وطبخته. كنا نعرف هاي الخطوات، بس حبيت أشرح لكم يعني ما يفهمون، أو عفوا ما يعرفون أو ما يعرفون خطوات، اللي يعني من بعض الدول يتابعون. تحياتنا لهم. فهنا بعد ما كملت طبخت الرز، كان بالبداية شكله واضح، وبعد ما الطبخ نشف هدرته، وبعد ما تهدر بفترة عجنته كل زين بعد ما برد. لبست القفازات وعلى راحتي، وسويت الحشوة صدر دجاج هالمرة بس، ما سويت لحم وكرفس وبرشة قشر ليمون نص. ها قلت لكم يعني الخطوة كلش مهمة وكلش كلش طيبة، تعطي نكهة وطعم خيالي. قشر الليمون، وأني أعجن بالعجينة الكبة خليت رشة نشا على مود تبقى مقرمشة وتتماسك ومذوب. لو تبقى أشهر بالمجمدة ما عليها أي شي، عبالك هسوها مسويتها وقليتها. بعد ما كملت سويت هالكمية مالت البورق، كيس كامل، فأخذت منه كم وحدة سويتهم يعني بنفس الوقت للأولاد. وكان هذا كل هالكمية، وفرزتها بالفريز. انتظرته ثاني يوم خليتها بكياس، والحمد لله كملتها. تقريبا ساعة ونص أخذت مني وقت لأنه أحدي هالمرة. هناي العشاء احتارت شنو أسوي، توهم تحتارون مثلي، فقررت أسوي الكبسة السعودية بأيادي عراقية. فهنايا أنا مسويتها أكثر من مرة. شوحت البصل كمية هواية، تقريبا نصف كيلو أو هيك شي، تقريبا يعني 4 رؤوس كبار بصل. أشوحه كل زين كمية هواية من الزيت، وبعدين أخلي أضيف الدجاج، أظل أقلب بيه لحد ما يصير لونه أشقر أو بني. أضيف يعني المنكهات أو التوابل، الطماطم، بعدين قشر البرتقال لازم، وبهارات الكبسة السعودية تصير كلش طيبة. هم جابتها من العطار، نومه بصرة أو الليمون المجفف، وورق الغار، الملح أكيد، وماجي وثوم، وهاي يعني منكهات. أنا مسويتها قلت لكم أكثر من مرة بالتفاصيل، فهنا حبيت أختصر، ما أحب الفيديو يطول عليكم. هنايا بعد ما نشفت ظليت أراقبها كل شوية. نشفت وكملت، هنا هذا أهدر بيها. منقع الرز قبل فترة على مود تنطبخ زين. أخلي كمية من المعجون وأشوح بيه، وبعدين أخلي كمية من المي، ولحد ما يستوي الدجاج يلا أضيف الرز. يعني هالخطوة ضرورية. بعدين شوي ينشف وابتهدر. هناي قلت خل أسوي نوع من المقبلات. سويت الباذنجانية، تتكون من بصل وخيار وطماطم وفلفل بارد وباذنجان نقليه، بس الباذنجان نقلي والبقية المواد لا، كليتها بس نغسلها ونقطعها بالشكل اللي نريده، بس يعني الشكل المعروف جوليان أو يعني رفيع هيج كلش. خليت هنايا كاتشب وصاص
ودبس الرمان. الصراحة الصوص ما عندي ما متوفر وما قدرت أدز يمين، أنا صادف شوي الوقت متأخر، فاكتفيت بالكاتشب ودبس الرمان. خليت عصرة الليمون وملح أكيد، وكان هذا شكلها النهائي. ها، وخليت جزر وياها، آه، جزراية واحدة همينة برشته، بصل وخيار وباذنجان وفلفل، وكان طعمها كلش طيب. عندي تتبيلة مال بهارات مال صلصات خاصة مال السلطات، بس ما حبوها الأولاد ومو دائما أستخدمها، جبتها مرة وبعد ما حبينا نستخدمها. وبعد ما كمل عشانه صبيت، وكان هاي عشانه سهم نفسهمكم العافية. أنا أحب أصبه مثلا بهيجي مثل صحن كبير أو صينية كبيرة على مود هم يبرد وناكل براحتنا. خليت الزبادي بالوسط، وكان طعمها كلش طيب، أنصحكم تجربوها. يعني هم تغيير من المقلوبة والبرياني ومرقات وكذا. تقريبا أنا مرتين بالأسبوع أسويها لهم، وحبيت أغير شوية هاي المقبلات وهاي الزبادي، وكان هذا عشاني. سهلنا وسهلكم ألف عافية. أنا على طول يعني أولاد وزوجي يحبون هيجي شغلات أشياء، ونادرا يعني ناكل خفايف، على طول هيجي. حتى حرام تعلمونا على هيجي شي، بس أنا مرات أقفل أكل كل الشغلات بسيطة، وأسوي لفة أكتفي. بس هم لا يديسون، مو يعني متعلمين سهر لا مدارس لا شي، ولو راح تجي بعد ما بقى شي إن شاء الله تقريب أسبوع. هنايا هذا كله بيوم واحد. أنا سويت لهم كيكة بدون ما قايلين لي، فمن شافوها تعجبوا، قالوا ماما مش عجب بدون ما نقول ليش. قلت لهم اليوم الحماس فول. أول ما قعدت من النوم عندي طاقة كلش حلوة، بلشت بالكبب والهاي يعني بعد الغداء. غدانا كان من وقت، قمت على الكبب والهاي سويتهم. هنا دا أصور من قطعة الكهرباء. بعد ما كملت بلشت بالعشاء، وبعد العشاء سويت الكيكة. وكان هذا يعني الوقت كلش متأخر بالليل، بعد الوحدة تقريبا. وضميتها الكيكة ما كلوها لأن هم الوقت تأخر، وقالوا قلت لهم بقوا هالباكر لأن هسه كلتوا شبعانين وباكر توقع أطيب. فبنات أنصحكم إذا تردون تسوون كيكة لا تاكلوها نفس اليوم، خلوها بالثلاجة، طعمها كلش كلش طيب عن تجربة. فضميتها ثاني يوم أول ما قعدت منهم قال ماما ها هسه سوينا الصوص، قلت لهم تدللون خطية وعدتهم ونسيت. فسويت لهم على السريع، ضفت فوق الكيكة، وكان هذا شكلها. قلت لهم ما تغيرون رأيكم اليوم بدون صوص؟ قالوا ماكو بناكلها. مرة سويت بقت 10 أيام بدون صوص، قلت لهم والله ما أسوي لكم صوص، وقفلوا وأنا هم قفلت. بقت يعني قمت آكل منها شوية وبالآخر ذبيتها، يعني إلا صوص يلا يكتفون يموتون عليها. بس أنا الحمد لله مو من عشاق الكيك يعني نادرا آكل، يعني هاكلها أخذ ليش قطعة كلش صغيرة، وأسمينا حالية وكذا سعرات وهذا الشي. شوف ما شاء الله شكلها وقياسها ما شاء الله ارتفاعها، ما عليكم بإيدي هاي الصوص دمار دمار. قطعتها بهذا الشكل وخليتها بحافظة. هاي الماعون نطيته لهم، والباقي خليتها بالحافظة وغطيته، بقيته بالثلاجة. يعني كل ما يردون يجون ياكلون ياخذون قطعة على راحتهم وياكلون. أنا هيج على طول. وهالمرة حبيت أغير شوية، سويت كاكاو وبيضة، وهيجي شوية حركتها بعود الخشبي، فصارت هيجي كشن الدوار أو هيجي شي، صارت كاكاو وأبيض. فكان هذا شكلها وطعمها كلش طيب. بوقتها أنا خليت بيضتين بس ما شاء الله كلش ارتفعت. كان هذا الفيديو اليوم، ما إن شاء الله يعجبكم، لا تنسون اللايك وكلمة حلوة، واللي مشترك يشترك، ومع ألف سلامة.